ممكن اقول لك على حاجه قبل ما تمشي؟ قول يا حسن. اه. اول ما قلتي قول انا عطلت، لان اللي جوايا ومحتاج اقوله كتير قوي. بص انا هحاول الخصه في كلمه واحده. فهميني يا ريهام، حاولي تحس بيا. حسن انت بتتكلم مع ست متجوزة. جوزك انت مش مرتاحه معاه، يعني الحاله دي ممكن تنتهي بين يوم وليله ويحصل طلاق. ومين قالك ان انا هتطلق؟ انت. بص انا اليومين دول متلخبطة، وموضوع الطلاق ده احتمال ممكن يحصل وممكن ما يحصلش، بس اللي انا عارفاه ومتأكدة منه ان انا ست متجوزة وان الكلام ما بيننا رايح في حتة مش مظبوطة يا حسن. ما احنا طول عمرنا بنتكلم عادي، ايه اللي اتغير دلوقتي؟ صح، كنا بنتكلم اصحاب واخوات، كنت بحكي لك عن كل حاجة وباخد رأيك وبثق فيك، بس الظاهر ان انا كنت غلطانة، وسيف كان معاه حق في حاجات كتير. هو كلمك صالحك مش كده؟ عشان كده متغيره عليا؟ بص انت الظاهر شكلك مش مظبوط النهارده، خلينا نتكلم بكره احسن عشان مش عايزه ازعل منك. انا اسف، يمكن اللي بتقوليه صح، بس لازم تفهمي انه غصب عني. حقك عليا. باي باي. باي. ميمة كويسه؟ تعبانة، هتنام خلاص. وانتي كمان شكلك تعبانه قوي. قوي. ما اعرفش انام بره البيت، لازم انام في سريري. احكي لك بقى، مراد وسيف جم المستشفى. سيف ولا جاب لي سيره ولا قال لي اي حاجه، ده بقى مستفز بشكل. ولا التاني المجنون ده حسن، ده اتجنن على الاخر النهارده. انتي كان معاكي حق، مش كل الناس بتفكر زينا، بس انا كنت هعمل ايه؟ طبعا خدت على قد عقله، انا مش ناقصه مشاكل تاني مع ميمة كويسه؟ تعبانة، هتنام خلاص. وانتي كمان شكلك تعبانه قوي. قوي. ما اعرفش انام بره البيت، لازم انام في سريري. احكي لك بقى، مراد وسيف جم المستشفى. سيف ولا جاب لي سيره ولا قال لي اي حاجه، ده بقى مستفز بشكل. ولا التاني المجنون ده حسن، ده اتجنن على الاخر النهارده. انتي كان معاكي حق، مش كل الناس بتفكر زينا، بس انا كنت هعمل ايه؟ طبعا خدت على قد عقله، انا مش ناقصه مشاكل تاني مع سيف. هو في انتي ساكته ما بترديش ليه؟ عشان مش مصدقاكي يعني بجد. انا لسه يا دوب بحكي لك، دخلتي زي القطر، معرفتش حتى اكمل الجمله. هو انت مش بتحسي ان في حد غيرك ممكن يكون عنده مشاكل زيك؟ ايه يا ريهام؟ معلش انا مش قصدي، بس انا جايه مشحونه من الشغل وعايزه احكي مع حد، احكي مع مين غيرك يعني؟ خلاص كملي. لا احكي. يا ستي خلاص كملي. حاسه ان المصايب كلها بتيجي في وقت واحد. يعني مامي جات لها الازمه تاني وراحت المستشفى، ومشاكل مع سليم قد كده. هو ايه اللي حصل تاني مع سليم؟ بعد ما رجعنا من المستشفى جات له مكالمه من رقم غريب كده، وراح نازل من غير ما يقول لي هو رايح فين. وامبارح بيكلمني وهو عصبي جدا، مفيش نزول، انا عايزه اتكلم معاكي. رحنا المستشفى ورجعنا، ما فتحش الموضوع اصلا، وصمت صمت خالص. اعمل ايه؟ مش عارفه. وتفتكري كان عايزك في ايه؟ انا حاسه انه كان عايز يكلمني في اننا نتطلق. ايه الاوفر ده؟ طلاق ايه اللي هيكلمك فيه فجأة؟ مش يمكن عارف واحده تانية وعرفت تاخده مني؟ اكيد لا، سليم بيحبك، اي نعم عينه زايغه بس بيحبك. يا بنتي انا حاسه، لا مش حاسه، انا متاكده ان في واحده تانية في حياته. ايه المانع بقى انه يكون حبها؟ وايه المانع انه يسيبني عشان خاطرها؟ بقول لك ايه، انا شايفه ان انتي مكبره الموضوع قوي يا ستي. حتى لو عرف، ايه الجديد؟ ما انتي متعوده، ايه يعني؟
مين قال لك اني متعوده؟ مين قال لك انه عادي اصلا؟ مين قال لك ان انا ما بقعدش اعيط كل يوم قد كده لمجرد فكره بس ان جوزي بيخوني؟ يعني انت تفتكري مثلا ان انا فرحانه ان عيني في وسط راسي واني مبسوطه اني براقب سليم وادور وراه؟ ولا عشان بخرج واهزر واضحك بقيت متعوده وبقى عادي بالنسبه لي؟ ريهام انت اكتر واحده عارفه ان انا بحب سليم واني سبت حياتي كلها علشان ازاي يعني فكره انه يخوني تبقى عادي؟ على فكره انا مش قليله ولا ناقصني حاجه عشان اقبل اكون الست دي. انت بتهرج يا حسن، ده انت لسه بتعتذر له. انت عايز تعمل لي مشكله مع سيف؟ سيف، هو انتوا قاعدين بتعملوا ايه؟ هو انت بتراقبني ولا ايه؟ ردي عليا، قاعده بتعملي ايه؟ هو انت مش خلصتي شغلك؟ مين الباشا عشان تقعدي معاه؟ ودي بمناسبه ايه ان شاء الله الهديه الحلوه دي؟ ايه يا استاذ سيف، عيب الكلام اللي بتقوله ده. انا بتكلم مع مراتي، حد وجه لك كلام؟ وانت مين قالك ان احنا خلصنا شغل؟ ما خلصتوش شغل، المصور مشي والباشا مطلع لك سلسله ذهب، ناقص ايه تاني يا حبيبتي؟ لا انت اسلوبك صعب قوي يا استاذ سيف. واضح ان ريهام كان عندها حق في الكلام اللي بتقوله. لا ده واضح ان انتوا في كلام داير ما بينكم بره الشغل، كلام عن حياتنا اللي بقت ماده للرغي يا هانم. انت فاهم غلط والكلام ده مش حقيقي. ومين قالك اصلا ان انا هقبل الهديه دي؟ وادي الهديه اللي مضايقاك اهي. بس على فكره بقى، المشاكل اللي بينكم ملهاش اي علاقه بالهديه. المشكله الحقيقيه ان حضرتك بدات تراقبها وتطب عليها في الشغل لمجرد ان جالها ترقيه، كانك مش قادر تشوفها بتنجح وبتكبر. حسن، ممكن تمشي دلوقتي حالا لو سمحت؟ ممكن تمشي؟ حاضر يا ريهام، همشي. سيف، ممكن تقعد نتكلم شويه؟ احنا مبقاش في بينا كلام خلاص. مريم، انا قلقت عليكي جدا على فكره. كلمتك كذا مره ما ردتيش، ما بتجيش كلاب هاوس. وبعدين يا نور فين مختفي؟ فضلك يا نانسي بليز تجيبي لي سيره نور دي خالص، مش عايزه اسمع اسمها تاني. ايه ده، اشمعنى؟ انتوا اتخانقتوا ولا ايه؟ اتخانقنا وانا مش عايزه اعرفها تاني. بصراحه يا مريم، انا نور دي ما برتاحلهاش من الاول. انا لقيتك بتحبيها قوي ومدخلاها وسطنا، بقت حياتنا فجاه كل يوم. انا بجد بحس انها بتوقع وبتسخن، كنت بحس انها بتيجي على خراب بيتك يا مريم. انت ليه عمرك ما قلتي لي الكلام ده؟ بصراحه يا مريم، انا ما كانش في حاجه ملموسه اقدر اقول لك عليها، يعني هو كان مجرد احساس، وانت كنت حباها جدا، يعني هشرحه لك ازاي؟ يا ريتك كنتي قلتي لي. عامه نور بالنسبه لي خلاص انتهت. بصي يا مريم، انا ما اعرفش ايه اللي حصل بينكم ومش هسالك. انا المهم عندي ان انت تكوني مرتاحه. انا بس اللي هيجنني انت ازاي نور دي تعدي عليكي وما تفهميهاش. يا بنتي، انا طول عمري بقول ان انت الناصحه اللي فينا. معلش يا نانسي، هو زي ما بيقولوا كل شيء بأوان. سيف، انا عارفه ان اللي عدى علينا الفتره اللي فاتت كان صعب، وعارفه ان انت فاهم حاجات كتير قوي غلط. ممكن تخلينا نتكلم؟